عارفه شكراتك؟ عارفه ايه؟ شكراتك شكرا. انا عارف شكرا. الشخرة. تعرفي شكراتك؟ يعني كل انسان عنده شكرات. يعني الشكرا طلعت قبل كده زمان. شكرا من شكراتك قبل كده؟ انا اصلا مشهوره موت بالموضوع ده. بالشكرا ولا الشخرة؟ موت. مسحوله في الموضوع. مشهوره موت مشهوره بالشكرات. يس. يعني هو كل واحد عنده انت عندك كام شكرا؟ تقريبا عندي 2 مثلا، واحده وانا متعصبه قوي وواحده السريعه دي. لا بس هم 7. استنى بس عشان هم 7. هم 7 انا عندي 2. لا دي حاجه أو يمكن ما روحانيه. شفتش. الشكرات دي بتبقى حاجه روحانيه. طب ما انا طبعا قصدي على الروح. لا تمام. بس انت اكتر حد منور ازرق. ايه لا ما عشان مايكو تمام. مايك بتاعه كويس جدا. اللود بتاعه بقى سريعا بس صحتك. لسه معنا دلوقتي في فلوس كتير قاعده على الكنب. فلوس كتير قاعد على الكنبه كان في مفتاح عربيه راح فين؟ ايه ده صباح اللود فعلا. ما هو يا اسطى عشان برضه انت مش انت الوحيد اللي معاك فلوس. ايوه عشان تبان يعني. طيب احنا سريع. صور بالموبايل. صور على طول وهي ماسكه الموبايل كده. صور على طول. صور ايه يلا. مش هنقطع اي حاجه. طيب يعني بالعرض معاكم. طيب بصوا على الكاميرا عشان عايز اتكلم قدام الكاميرا. بص كده طب وانا ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ احنا النهارده هنتكلم مع 2 او معانا 2 يعني من الناس اللي بيبيعوا لنا الحلم الكبير او الشقه اللي يعني مش هنسكن فيها. احنا هندفع اقساط بس. هنفضل ندفع اقساط طول حياتنا بس. فاحنا عايزين نعرف يعني الناس دي بتعمل ايه وبيضحكوا علينا ازاي يعني. فيعني ده شغل مرمطه اللي انتوا بتعملوه ده يعني شغل على اصول يعني فاهم. وبيهزقنا ولا فيعني خلينا بس بصوا احنا نجيب الموضوع من تحت قوي. ايوه مش انتوا بتجيبوها من تحت قوي من أوي. تحت الصفر. احنا بنبتدي تبداوا بتاخدوها من تحت الصفر ساعه كده وبعد كده يعني من ساعه من ايام كده ما كان اكيد حد فيكم كان معاه 20 جنيه او 25 جنيه في جيبه كده في لا مش من تحت قوي كده يعني. وبعد كده دلوقتي بقى معاه مئات الالاف في البنك معانا اكونت. 20. ما هو كان معاك 20 جنيه في الاول. بس انت بس في بوينت انت مش فاهمها. هي بوينت محتاج تفهمها. يعني انا غني بس غني على الورق زي ما قلت لك. الورق ازاي؟ يعني انا غني على الورق بمعنى انا في كوميشن طالعه لي في شهر 12 اللي جاي وشهر في 12 كوميشن طالعه لي السنه الجايه فاهم. فانت اللي معاك دلوقتي بتصرفه عقبال بقى ما ايه بتبقى انت خلاص اكسايتد بقى في انت بعت وفي كوميشن طالعه لك انت بتبقى اكسايتد جدا بقى. فاللي معاك بتصرفه دلوقتي عقبال ما تيجي فتلاقي نفسك فلست قبل ما الكوميشن تيجي. طب تصرف ما في الغيب. والله ده بجد. طب بما ان انت بتتكلم في حته الكوميشنز والكلام ده كله عايز اعرف يعني ده سؤال بيتسال كتير. ايه اكتر كوميشن جات لك وجات لك برضو لحد دلوقتي اكتر كوميشن جات لك؟ عارف الممثلين لما بيقول لك مش عايز ارد على طب السؤال. بلاش الكوميشن. انا اسال ايه اكتر يعني بيع بعتوها كانت برقم كام؟ مش عايز اعرف الكوميشن. ما هي ما هو الناس لا مش هي. ما الناس بقى تقعد تحسب بقى ليه ما انت احنا دلوقتي بنتكلم بصراحه مش انترفيو يعني ما حدش يعني ما حدش فينا هيحسب. هتقول احنا 4 قاعدين الاول بقى مش هشوف حاجه ثانيه عشان افكر هقول ولا لا. اكتر بيع بعتها بكام رقم؟ بس قول رقم عادي. في ناس بتبيع ب 40 مليون 400 مليون بس اسمع ارقام كتير. في ناس فعلا بتبيع بمليار. بس انت اكيد مش عايز صوت البيع. انت عايز اكبر بيع. اكبر بيع ممكن بعتيها كانت بكام؟ 80. طب حلو 80. رقم مش كبير على فكره. رقم ايه ده؟ لا بيعه مش توتال بيعات. لا هي بيعه واحده بس. اكتر بيعه بعتيها كانت 80. على قد كده. قويه جدا الصراحه. لا جامد 2 مليون ولا ايه؟ لا ايه يا عم مش قوي كده يعني. 1,400,000 مثلا. يعني 1,400,000 ممكن جالك كوميشن 2 جنيه تقريبا. 2 جنيه وربع بيكرمشهم لي كده انا جابوا له بنطلون جينز. طيب خلينا نجيبها من تحت زي ما قلنا كده. انتوا بتجيبوها من الصفر. انا عايز اعرف قولي لي كده الموضوع جالك من الاول ازاي؟ يعني ازاي عرفتي ان انت ممكن تبقي سيلز او عرفتي انت ممكن تعرفي تبيعي حاجه؟ مش عارفه اعرف يعني ايه يعني انت بداتي تشتغلي في ريل استيت. بداتي ازاي؟ يعني عرفتي منين انت يعني اول مره دخلتي ريل استيت كده عرفتي ان انت هتدخلي ازاي او ايه القرار اللي خدتيه او مين قال لك؟ انا عارفه ان انت عايز كلام مترتب موت. لا مش عايز كلام مترتب خالص. ازاي نقول للشباب يبقوا ولا اي حاجه. بعتي حد قبل كده؟ كل الناس ايه؟ بعتي حد قبل كده؟ يعني حد واحد؟ حد صاحبك صاحبتك؟ انا مش فاهم. بعتي كتير؟
بعت حد بعت كتير عشان مصلحتك، عشان تحقق اي حاجه معينه عشان مصلحتهم. خلي بالك لا ده كلام والله بعتهم عشان مصلحتهم. ده لو هو قاعد او هي قاعده قدامنا دلوقتي، بس انا بكلام هتشوفنا وش ما حدش عشان مصلحتها طبعا. طب وانت ليه بتتكلمي على حد؟ انت بعتي واحده معينه وهي زعلانه منك قوي كده؟ احنا عايزين نتكلم عموما. بعت كام حد؟ انت يعني انت ما تشخصنيش الموضوع. لا مش مع حد واحد، بعت كتير صراحه. كتير تشخصنيش الموضوع. دي على فكره هي كده، على فكره عشان كده هي دلوقتي شاطره في شغل. انا متاكد ان انت شاطره في شغلك. اصل الواحد الموضوع بيبيع، لازم انت بتبتدي تبيع اشخاص، بيع حد كده، بيع نفسي بعد كده بيع واحد. ما هو انت لازم تبيع نفسك عشان تنجح في الشغلانه دي. صح كده. انت ملون ولا لا؟ انا انا بعتك انت اول واحد. ملون ولا لا؟ هو ايه اللي ملون بالظبط؟ انت شخص ملون. انا شخص ملون جدا، منافق يعني بلون مع اي كلاينت بس. لا مش بكلم، لا انا شخص عموما انت شخص ملون. ملون جدا. ما يعني مع انا بعرف اتعامل معاك، اعرف اتعامل لا ما بعرفش تعرف نسوق سمعه الفيلم. لا انا مش انا بتكلم عموما. انا بتكلم دلوقتي كشخصيه واحد سيلز. لازم الستيت قدامي. ايوه انت لازم ملون يعني ملون ونصاب. ده مش اوبشن فاهم. ملون ونصاب ما انت في الستيت. ما هو بص في تو تايبس من الناس فاهم. في النصاب فعلا اللي انت بتقول عليه، اللي هو ممكن يبيع لاي حد اي حاجه عشان بس يبقى ياخد منه كوميشن. انت لو مشيت من الشركه في حد ياخد باله؟ هقول لك بس رد بس على السؤال. ايه لو مشيت من الشركه في حد ياخد باله؟ لو مشيت من الشركه فجاه كده النهارده طول ما همشي حد، ايه اللي هيحصل؟ ما حدش هيرضى يمشيني. لا انت هتمشي، انت فجاه مشيت كده، الشركه هتخسر جدا. هتخسر ايه؟ والله شخص ملون ايوه ما هو دي حاجه حلوه لما يبقى الشخص ملون مع الشركه فاهم. اللي هو انت بتعرف تادابت مع اي كلاينت فاهم. اي كلاينت يجي لك. لا انا بتكلم عن الناس اللي معاك في الشركه مثلا. مع الناس اللي معايا لا انا ما بتعاملش مع حد معايا في الشركه خالص. لا عشان الناس ملونه. انا ما بعرفش اتعامل مع شخص على وضعك. شخص على وضعك دايما. حلو. على وضعك ازاي ما تعملش مع حد في الشركه؟ يعني انا بستنى الناس تيجي تتعامل معايا. نادر الكاريزما بالظبط كده. طب انت قولي لي في الشركه مثلا ممكن يقولوا عليكي ايه مثلا في الشركه؟ او انت الشخص المين؟ الشخص اللي في الشركه الشخص الفرفوش موت. انا بسالها هي على فكره. انا الشخص الفرفوش موت. الشخص الاكستروفرت جدا. لو دخل السيلز اوفيس احنا خلاص كده. خلاص في روح بقى وفي صوت. خلاص كل الناس هتسكت كل الناس ولا هتسقف؟ لا هيسكت. ويسقفوا على ايه وانا داخله برقص باليه؟ لا يعني. انت واخد. بس في سؤال سالته نادر تحفه. ايه؟ في سؤال سالته نادر تحفه. انت لو مشيت من الشركه الصبح حد هيحس؟ اوكي انا الصبح مشيت من الشركه عموما. ما علينا. انا موديت ريزاين، فكلمت الهيد اوف سيلز وقلت له انه انا هبتدي اتحرك من الشركه. تمام. رده كان قوي جدا. قال لي طب ماشي ابعتيها ابرب عليه. سالنيش ليه. حلو. وانت يعني بعد كده قررتي ما تمشيش طبعا. انا قلت هيمسكوا فيا اكتر، فكلمت الاتش ار قلت لها انا هقدم ريزاين. لقيتها وانا بتكلم لقيتها بعتلي على الواتساب فورم ريزاين. ده مثلا بوينت. انا برضو يعني انا فكرت على فكره. استنى، هي انت عملتي ايه بعد كده طيب؟ لا ولا حاجه. قلت له انت ترجعت فيا يعني. طب افرض اتاخرت شهر عشان عايزه الميديكال. انا كده ملت في الشركه. كنت محتاجه الميديكال يس. قالوا لي طب ما يعني ما خلاص بقى انت مالكيش لازمه. ابعتي شكلها جدا. مش عارفه ارجع في كلامي ازاي دلوقتي يعني. لو حد يعرف يساعدني. طب والشركه ساعتها كانت عارفه يعني اصحابك والناس اللي في الشركه زمايلك عارفين ان انت مشيتي كلهم يعني متاثرين موت. بس ما حدش قال لي حق يعني. ما حدش بيبيع على حد. اصلا مفيش الشغل ما بيقفش على حد عموما. الشغل ما بيقفش على حد. انا عايزه اكلمهم عشان يقولوا لي ليه. طب ايه اللي بيضايقك؟ ايه المشاكل؟ طب نحلها لك. لقيتهم طب الريزاين الفورم. اصل في غير كتير بيبيعوا يعني. مش حوار. اصل في اعلانات دلوقتي. اخر قطعه ما اعرفش ايه. في اعلانات دلوقتي بتقول لك اخر فرصه دي. اخر فرصه يعني معلش يعني ده مشكله في المايك. اخر فرصه دي فرصه يعني مش هتتعوض. ركز معايا انا بتكلم بس عشان ده سؤال مهم جدا. قول لي ماشي. دي اخر فرصه يعني فرصه العمر مش تتكرر تاني. انت بتكررها ليه كل يوم في التليفون بقى مع في الكول؟ لا انا ما بعملش كولد كولز. ما بتعملش كولد كولز اصلا يعني؟ ما بتعملش 400 كول مثلا في اليوم؟ لا احنا كبرنا على الكلام ده. حتى من تحت لما كنت من تحت الصفر؟ لا لما كنت من تحت كنت بعمل طبعا. كنت بتعمل كام كول في اليوم؟ ماكسيمم 300. طيب ايه اوسخ حاجه اتقالت لك في التليفون مثلا وانت بتتكلم مع حد؟ يعني اوسخ حاجه ان مش يعني بيتقال كتير مش فاكر. بس اوسخ حاجه او كانت بتحز في نفسيتي لما حد يقفل السكه في وشي. فالموضوع كان بيعصبني جدا. في حد قبل كده كتب لك كومنت على ترو كولر ولا حاجه؟ انت كتبت لي كومنت. لا انا ما كتبتش والله كتبت كومنت. كتبت واحد بس. في حد تاني كان كاتب لي كومنت بحبك او حاجه غريبه. لا ده ماشي. ده انا على صاحب ليه عند صاحبه ايه يعني حاجه ويرد فاهم. تليفون طيب. يعني موبايل الشغل بيكتب لي عليه. طب حد تاني في حد كتب لك حاجه ضايقتك؟ في بس مش بس ما كانش بسببي. كان حد بيعمل كولز من موبايلي فكان كاتب ايه كفايه انتوا تعبتونا بقى. لا زي كده. لا كان في ممكن حد يفتح ترو كولر كده يبص بصه على جيت كنت بص الكاميرا دي بص. لا انا عايز ابص على حد بيبص لشراعي بس معجب بيه شويه. بص
مش هيفتح الكل خلاص. بس انا تقريبا فاكر ان هي كان حد يعني بيلعن سلسفيلك في لا خالص. هو كان بيقول تعبتونا بقى، او لا يا جماعه احنا مش هنشتري بالطريقه دي، مش عارف ايه، وما تكلمنيش تاني. صدقني هو كان بيقول احنا يا جماعه مش هنشتري بالطريقه دي. انتوا طب انت قولي لي موقف كولر. لا موقف عموما حصل لك حد عكسك قبل كده مثلا، اقول لك انا هطلق النهارده مثلا. يا نهار ابيض في اخر واحد كان في فرنسا، كان كلاينت في فرنسا، وانا طبعا انت بالنسبه لك خلاص كده لا عادي. لا فهو بعت لي ان هو فريده انا مش انترستد بالساحل بالبروجكت بتاعي، فكان بيكلمني على الريد سي، فقلت له انا ببيع مشروعي بس، وانه لا يعني. تاني يوم صحيت لقيت مصر قد كده. موضوع تعبير اللي انا مش مهتم. لا ايه ده؟ طب ما ده عادي. لا كان بيكلمني ان هو فريده انا عايزه اخد ستيب رسمي وانجلش بقى قلت مسج قد كده معمول شات في وين. انا كنت عايز مش بس انا مش في مصر فمش عارف الموضوع بيتاخد سيريس ازاي، فقولي لي ايه الستبس. فقلت له فويس نوت، قلت له ما ولا اي حاجه، انت بتبعت لماما وهي هتشحنني وتبعت. قال لي بجد؟ قلت له بجد. قلت له فويس نوت، قلت له ابعت ميل وماما هتشحنني وتبعتني ليك بكره. هو ايه اللي الموضوع الساعه 8 الصبح 8 الصبح عايزني الساعه 8 الصبح. بس ده شاطر قوي، انا بيصحى الصبح عايزني اروح الساعه 8 الصبح. هو بيفكر في اولوياته من بدري، يعني بيصحى الصبح بيشوف عشان هو في يوروب بس اختلاف الساعه بس مش اكتر. لا انا مش انا فرنسا مفيش فرق الوقت ده، هو فرق ساعتين. هو صحي شاف صورتي على الواتساب حس ان ده كان في ميتنج قبل كده بس ما كانش في ميتنج قبل كده. لا خالص كان شخص يا على حسب بقى. طب كان كويس، كان يعني ممكن طلع صورته دلوقتي. حد كان بيعجبك كان حد انت انترستد بحاجه زي كده ولا الطريقه هي اللي ما عجبتكيش؟ بقول لك قال لي مش انترستد بالساحل. لا انت نفسك الشخص بالنسبه لك كنت انت انترستد بالموضوع ولا اصلا ما انا ما اعرفوش؟ هو قال لي انه هو احنا قلنا الجملتين دول صحيت لقيت بس فانت عشان كده اللي هو انت يعني بس ما اتعاملتيش معاه تاني بعد يعني مش عارفه، حاسه لو كان كلمني اكتر ممكن تغير كلمني اكتر عن نفسه. لو كان باع معايا مثلا، يعني لو كان اشترى حاجه، لو كان فيها يعني كان يبقى في حاجه رايحه ينفع. لا مش مهتم بالساحل اللي بعديها هنتجوز. انتوا اهم حاجه بالنسبه لكم ان واحد تكلمه ياخد فيها اول ما يعني فاهم يشتري فيها. يعني انت مثلا بتبيع حاجه ماونتن فيو مثلا لازم لو خد فيها لو خد فيها لو خد فيها يبقى حبيبي وبص ولا واحبه جدا وابيع له، اقول له ده انا هبيع لك واعمل وما اعرفش ايه. بس لو لا انما غير كده لا طبعا. بيغير رقم اصلا، بيغير رقم كل 3 شهور عشان الكلاينتس بيجوا له، عشان الكومنتات اللي بيجي له على التليفون كلها ما في سبام وفي حاجات انا معاه 4 موبايلات. لا 3 وستيل موجودين. وانت تيجي تبعت له على الواتساب يقول لك انا ما عنديش واتساب اصلا. 3 رقم يعني اقل كتير من اللي انا قلته. فاهم ارقام مختلفه. وكل واتساب لازم تبعت لي على بقول لك الموبايل البرايفت ولا برايفت ولا موبايل الشغل. طيب انت دلوقتي في عربيه مع كلاينت حلو. الكلاينت ده قاعد جنبك في العربيه، قفلت طبعا الشبابيك عشان في تكييف والكلام ده كله، انت طبعا برستيج بقى والكلام ده كله، انا عارف الحاجات اللي ايوه الحاجات اللي بعملها. هو راح عمل فسوه، هتعمل ايه؟ هضحك جدا يعني. البيع هتبوظ. هتضحك ولا تقرا؟ هضحك اقول له غالبا ريحه الايكوس او كده. لا هي مش ايكوس. انت متاكد هو ما كانش بيشرب؟ ما هو اكيد مش هقول له انت يعني ما هتعمل ايه؟ اصل مش انا اصلا مفيش جنه في العربيه فاكيد مش انا يعني. مش هتقول له ان انت اللي لا كده مثلا مش هتضايق مثلا؟ هل في حد معاه فلوس اصلا كتير بيعمل حاجه زي كده؟ هضحك جدا. يس موت. هو انا ما حضرنيش بصراحه. ايه ليه اللي خلاك تقولي كده؟ كان في كلاينت كان جاي عايز كان عايز ياخد ستاند الون جنب بعض، والواحده كانت معديه 80 مليون. هو كان جايب جلابيه بيضاء وشبشب غني جدا. ده مش مهتم اصلا. وانا نفسي اعرف فلوس الستاند الونز دي هتيجي منين، ما لما ده الاوتفيت الفلوس هتيجي منين. هو كان جاي مواصلات يعني كمان لو توك توك جاي من اول كان جاي مواصلات. مش دي مشكله انه اشتغل. اوف دي وحشه قوي. هي دي البيعه الكبيره اللي انت بتقولي عليها؟ بس حاسه هي دي البيعه. مش هي دي. كان في كذا 80 كنا هنتبسط كلنا عادي جدا. بس اشتري عارف لما ابوكي يقول نكته بايخه جدا بس انت عايز فلوس ده جوس هتضحك عادي هتتبسط جدا. طب انت لو اخطر ميتنج استنيتيه كان قد ايه مثلا؟ ميتنج حد اداكي ميعاد كده واستنيتي حد اكتر ميعاد؟ كلمت كلاينت مره وقال لي انه احنا عندنا سيلز اوفيس في اسكندريه، فقال لي طالما عندنا سيلز اوفيس تعالي لي انا هاجي لك اسكندريه. قلت اوكي كام؟ الساعه 8. رحت اسكندريه. انت ساكنه في زايد؟ رحت اسكندريه. رحت السيلز اوفيس بتاعنا 5 دقايق كده. استنيته الساعه 8. قال لي نص ساعه في الطريق. نص ساعه وانت وصلتي؟ لا انا وصلت بقى والانصاص بتتاخد وكلتي بقى ورحتي ولا اي حاجه، قاعده في السيلز اوفيس بقى مستنياه. ماشي. انا مش بروكر فانا بقالي بقى بعد يعني يعني تسيبي الحاجات دي لسه مصر يعني.
لا ما انا لا يعني بص بقى عشان هي انت الفكرة كده إن هو جاي بتغلط. لي الاوفيس بتاعي ثانيه بص استنى بس خلص فرق الكلام، ما بين- ينفعش تقطع بنت في فرق ما بين البروكر والسمسار بس يعني عشان تبقى هنقول عارف. الفرق. المهم مم. ان هو قعد نص ساعه في نص ساعه لحد ما الساعه جت 12 بالليل، وانا قاعده زي عيني في اليتيمه الاوفيس. اللي خلاص بقى اللي هو بس خلاص انت ما ده شكيتيش إيجار بنتي لوهله مثلا يعني لازم ما شكيتيش لوهله ان هو مش جاي. لا هي المشكله ان هو جه، ما هو جه الساعه 12. أيوة. دي حد ده وبعدين حد هو كان طب ما بيرد شكيتيش يعني ان هو واحد جاي سيلز اوف الساعه 12 ده فعلا سيريس وعايز يشتري، ولا هو ده جاي او سيريس وعايز يقتلني يعني او بص سيريس هو وعايز انا عايز سيريس يسرقني. كيلر. انا عايز اعرف حته بس، وانا مثلاً. انا اللي بسال، انت ما بتسالش حاجه. يعني فهو لذيذ قوي كل ما حازم. كنت بتصل انا كنت ببقى مستنيه ان هو ما يردش، فانا الاقي حجه وامشي. خلاص مش بيرد، لا بيرد. ايه يا فريد انا في الطريقه. ده جاي من فاستنى. زايد برضو ولا ايه؟ لا هو جاي من انا ما اعرفش اسكندريه ايه اللي جاي من بيقول لك 8 ل يا 12. فريده، اللي هو اكنك واحده احنا مثلا اهل بقى، احنا اهل. ولما بقول له مستر خد ابراهيم راحته يعني. كان بيقول انا لي جايه فيه يا فريده باشمهندس بليز، يعني ما نشيلش التايتل، لازم نشيلش الالقاب. انت ايه اكتر ميتنج قعدته السنه حد؟ جالي ميتنج. انا بالنسبه لي عشان ساكن في زايد، فاي ميتنج في التجمع ده سفر، فاهم يعني. بقول له عايز وانت سفر. طبعا ما بتروحش التجمع غير عشان حاجات معينه. بكرهه لازم اروح عشان خاطر ميتنج، بكرهه بجد لا مشوار. ايه بتروح عشان حاجات معينه مش ماشي حاجات معينه وميتنجز تمام. اكشلي بيروح عشان حاجات معينه انا عارفه، صح كان كده؟ بيحكي لي هو قايل لي كل حاجه، حكي لك كل حاجه بجد حاجات معينه. حكي لك كل بس حاجه. انا مش هينفع اقول دلوقتي عشان ما تعرفش. استنيته واتصل لا، يعني لا، كلمته وقال لي انا جاي. كان في اورا اساسا سيلز اوفيس اللي هناك، فقال مم. لي انا جاي، انا بلبس وجاي. فكنت انا وصلت اساسا فاهم، وقاعد يعني مم. قاعد حرفيا قاعد بقى في العربيه ومتقدر. بتايكوس. لا متقدر بقى فاهم. فكلمته تاني ما بيردش، كلمته قعدت بقى ساعتين في الاخر الراجل ما ردش خالص فاهم. يعني كان نفسي اشتمه فاهم، كان نفسي اكلمه بس من اي رقم اشتمه، بس تمالكت اعصابي ورجعت للشركه عادي. فما جاش اصلا في الاخر. لا ما جاش. تمالكت ده اعصابك. يعني ده اعتقد اكتر موقف سخيف. نفخت كده بقى ورحت رامي مش عارف ايه لا خالص يعني عادي. شغلت تكييفي ميوزك عادي كده والميوزك شغلت ميوزك لذيذه بقى. فكرتش تعمل اي حاجه ساعتها مثلا تسلي نفسك وقتها؟ تروح عيد ميلاد مثلا؟ لا فكرت ان انا اشتغل تعال تاخد كورس انجليزي. ده بيحلم بقى فاهم. طيب مستني كلاينت. يعني انا سؤال، انت لو فجاه صحيتي الصبح لقيتي نفسك وزيره الاسكان مثلا، ايه الحاجه اللي ممكن تاخدي القرار اللي تاخديه او تعمليه مثلا لو انت بقيتي وزيره الاسكان؟ الكلام ده كبير قوي على دماغي. يعني حاجه انت شايفه وزيره الاسكان بيعمل ايه فانت جاوبي على السكان عادي، اللي هو قشطه يعني. مش حاجه رسميه يعني، مش لازم نعرف هو بيعمل ايه، ما نعرفش هو بيعمل ايه. والله مش عارفه هو اكيد بيعمل ايه. بيسكن. يعني انت وزيره الاسكان هو اللي بيسكن في اللونش ده. يعني في حاجه انت شايفاها مثلا في الاسكان فيها مشكله عايزه احليها، في حاجه شايفاها ان هي حلوه هتكبريها، هتمنعي الريل استيتس اصلا، الريل استيت من المجال هتكتريهم. حاسه ان انا ممكن يعني اشيل فكره الاسعار اللي هو يعني عشان ديفلوبر او شركه ديفلوبمنت ان هي بقت بالاسعار دي عشان انت حطيت لي سور تمام، جبت لي شويه شجر وبول، واللي هو الشقه دي بتبص على النيل وانت هتروح تلاقي زرع اصلا في الاخر. مفيش نيل اصلا، احنا مفيش صح كده؟ مفيش الكلام ده، احنا بنبيعه بس. لا بس هيبقى فيه فعلا. بس انت ترعه 30 متر لا حرام عليك عليها لا 760,000. هنظلم طب كده انت مصدقه انت بتحبي شغلك؟ لا والله احنا عشان فلوس يعني. بس كده. طب انت ودي بالنسبه لك لو يعني. خيرتك ما بين الايمج والكونكشنز، انت عايزه مثلا كونكشنز تجيبي بيها لا كده، ولا انت بشكلك حلو احسن حد يشوفك يبيع على طول اول ما يشوفك؟ تختاري ايه؟ الايمج طبعا. يعني حد يشوفك يبيع على طول مش فارق معاه بقى اللي هو الايمج تجيب لك الكونكشن بس. كونكشن وانت سمسار بجلابيه مش هتنفعك. حلو. بس سمسار بيبيع على فكره. مش عايزاها يعني، البيعه دي مش عايزاها، انا عايزه البيعه الثانيه اللي هي البيعه اللي احنا قاعدين فيها. البيعه الاليت. انا بس هي دي ممكن تجيب لك مشاكل على فكره. البيعه الاليت اللي هو انا يعني اللي انا بالنسبه لي انا شاب عشان شكلي فببيع، فممكن حد خالص هفضل استغل. طب ما هو عادي على فكره، ما هو الاثنين، ما هو في الحالتين عادي. انت مش مختار الايمج صح؟ اختار الايمج جدا طبعا. اختار الايمج باين عليا ولا ايه؟ لا باين عليك فتحه القميص باين. فتحه القميص دي اهم حاجه في الايمج. ايوه على فكره اقول لك حاجه، الكلاينتس بجد بيركزوا جدا في اللبس، بيركزوا في كل حاجه، يبقى بجد بيجيبك من فوق لتحتك كده عشان يشوفك انت لابس ايه ده ايه. بيركز انت ساكن فين حتى بالظبط. بيسالكوا انت ساكن فين. عادي. او انت المفروض تقول له يعني. انت ما بتقولوش ان انا من حي الهرم ولا حاجه؟ بقول له ان انا من ده ادرس بس. ده ادرس في الشيخ زايد. يقول لي عارفه، اصل انا ما اعرفش ايه جنبه وبتاع فاهم، يبتدي يحترمني. لا واقول له اكتر بقى، اقول له انت بتفكر في ماونتن فيو راس الحكمه عامه. انا هقول لك برضه بوينت. انا ايه ما تقولش التابو تريكس. انا عامه عندي شاليه هناك برضه، احنا عندنا شاليه هناك، وعامه الرنت الاكسبيرينس بتاعته 1 2 3. البرايس لو انت هتريسيل اليونت سعرها دلوقتي كذا كذا كذا
فلا الراجل بيحترمك جدا. ايس القعده لازم الراجل بجد يعني بيحترمك، وعامه اللي بقوله ده مش كلام بفيك يعني فاهم، بقوله الحقيقه مش بفيك نفسي. مش بتفيك طبعا، مش بتفيك طبعا. يعني مثلا لو قلت له انت ساكن في طلبيه هايتس مثلا مستحيل يعبرك ليه؟ ما ممكن ما يبقاش عارف يعني ايه طلبيه هايتس، ممكن يكون هو قاعد ممكن يبقى فاكرك شبه الطلبيه هايتس فاهم، يفتكر دي منطقه يعني انت مثلا جاردنز مثلا يعني انت واحد مثلا قلت له يعني واحد ادى له مثلا، واحد ممكن مش فاهم تقول له مثلا هيبقى لك حاجه في راس الحكمه، جبت له حاجه في راس البر، يعني ممكن ما يفهم. لا ما كلاينتس دلوقتي بقت فاهمه قوي، فاهمه اكتر الكلاينت مني ومنك. فاهمه اكتر منك يعني ما انا كده مش في مجال. لا اكتر مننا يعني، تلاقي الكلاينت سامع وعارف ومدور اكتر منك. انت بقى انت ورزقك بقى فاهم، ممكن يبقى حبك مثلا البيرسوناليتي بتاعتك. بس انت اتعلمت في الشركه الكذب يعني شغلانتك دي اتعلمت فيها الكذب والتلوين والكلام ده خالص. انا المره الوحيده عشان بس تبقى عارف اللي ما كدبتش فيها برضو، بس كلاينت ما سالنيش سؤال دايركت يعني. كنت في مشروع كده بتاع ماربي، كان بيكمبير ما بين تو شاليز، فانا كنت ببيع له اللي هو الكورنر عشان كان سعره اغلى، فببيعه له بقى ليه بقى عشان سعره اغلى، وببيع له الفكره بتاعت الكورنر فيها وخلاص. فلا كان حلو، بس هو الشاليه كان قبلي. انت عارفه شكراتك؟ عارفه ايه شكراتك؟ شكرا انا عارفه الشكرا، تعرفي شكراتك؟ يعني كل انسان عنده شكرات، يعني شكرات قبل كده شكرا من شكراتك قبل كده؟ انا اصلا مشهوره موت بالموضوع ده. بالشكرا ولا الشكرا؟ مسحوله في الموضوع. مشهوره موت بالشكرات. يعني هو كل واحد عنده انت عندك كام شكرا؟ تقريبا عندي 2 مثلا، واحده وانا متعصبه قوي وواحده السريعه دي. لا بس هم 7. استنى بس عشان هم 7. انا عندي 2. لا دي حاجه روحانيه، الشكرات دي بتبقى حاجه روحانيه. طب ما انا طبعا قصدي على الروحانيه. لا طبعا يعني كل واحد عنده شكرات، يعني انا كان قصدي على الروحانيه. يعني انت عندك شكرات؟ انا عندي شاكراز. لا انت ما عندكش شكرا. عندي شكرا بالواو، وعندي شكرا بالاسمها وعندي شكرا طيب انا بس عشان انتوا عايزين تعرفوا ايه الشكرات دي اصلا. انا عارف الشاكراز اللي هي بتبقى في هنا وهنا 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 دي صح لحد تحت، مش عارف الروح ولا عارف الشكرات؟ عايز تعرف الشكرات؟ لا يعني مش هتعرفني. بيدور شات جي بي تي ممكن يساعدك. يعني انت الشكرات اللي عندك دي برضو، يعني انا برضو عندي، انا كان قصدي على الروحانيه. انت ليه بتودينا هنا؟ انا كان قصدي على الروحانيه. ايوه ما هي دي طبعا مفهوم. ما انا بتكلم هي روحانيات. انا بقى بعمل الحاجات الروحانيه دي بقى طبعا. طب انت لو عندك لو انت عرفتي حاجه زي كده مثلا ليها علاقه بالروحانيات والكلام ده كله، هتجو ثرو الحاجه زي دي وتصدقيها، ولا انت ما بتهتميش بالحاجات الروحانيه بقى لا ما بهتمش بصراحه. بس يعني ممكن تعرفيها عادي. ممكن اعرفها بس مش هبقى انترستد خالص. يعني لو واحد جالك مثلا انا ممكن اعرف انت بعد كده هتعملي ايه، او انت مش مهتمه خالص، مش هتصدقي حاجه انا بعمل الحد دي ماليش فيها. يعني الناس دي بتعبد السان بايتس وانا مش شرط بيعبدوا السان بايتس. لا بيعبدوا السان بايتس حاجه لا يعني لا ما فيش. مش هخلي فضولي يوديني للالحاد، يعني مش هعمل كده. بس يعني اهم حاجه انتوا بس تعرفوا الشكرات كله. على فكره انا هقول لك على حاجه برضو، على فكره الشكرات دي ممكن تستخدميها في اليونتس بتاعتك والوحدات. يعني انا لو عندي وحده مثلا وعايز ابيعها، انا هقول له ان الوحده دي فيها شكرات. طبعا مفهوم. ما احنا بنستخدمها لما الكلاينت بيجي يفصل بالظبط لما يختفي كلهم بنستخدم الشاكراس كلها كلهم في وقت واحد. على اديله فترات بقى على حسب ما حرق دمي هبتدي اشوف هو يستاهل كام شكرا وهديهم له كلهم. او ممكن الميجا شكرا بقى دي بتبقى رهيبه دي. طب انت قولي لي، انت الرقم اللي ممكن تاخديه تخليكي تمشي انت عايزه تمشي مش ست قنوعه موت. عارف الست المصريه الفلاحه الاصيله؟ انا عارفه ان ما يبانش وحياه ربنا ده انا موت. لا باين. يعني هقول لك بجد باين ان انا فلاحه. ماشي لا مش باين فلاحه، باين يعني الواحد بيبقى باين ان هو مصري اصيل بيبان. اوكي ماشي مش قصدي. ماشي مفهوم. طب ممكن اوصل لكام واو حاسه بس لا 10 مليون ده قليل قوي. ده ما يجيش تو بادروم عندي. 10 مليون. عارف سوزي لما كانت عايزه فيلا ب 10 مليون اللي في ما انا هحصلها. كانت عايزه كلها. وال 10 مليون اكشلي ما يجيبوش تو بادروم دلوقتي. بس حاسه 10 مليون ممكن اقعد بعديها. عشان 10 مليون دولار ولا 10 لا لا عادي جنيه. ما انا هفهمك ليه. لان انا في الاخر مش طالع منهم اي حاجه. ما انا هيبقى معايا راجل بقى بيصرف فاهم. يعني انت هتجيب 10 مليون جنيه وتتجوزي لو هقعد بيهم كده. بس 10 مليون جنيه ممكن يجيبوا لك دلوقتي، يعني ممكن تو بيدز فعلا حاجه. ما انا مش هجيب بقى انا هحطهم معايا كورنر يونت مثلا ولا فلانج. مش هقول حاجه بقى. انا هجيب راجل هو يجيب حاجات. هو هيجيب لك كورنر يونت. انت متاكده ان هو يعرف يجيب لك مثلا انت عايزه تقعدي في مثلا في بنت هاوس، تعرفي يقعد يقعدك في بنت هاوس؟ يعرف يقعدني في احسن من بنت هاوس. انت ليه جاي من ايه بنت هاوس دي؟ ايه هو الكلمه اللي عارفها بس عن الريل ستيت البنت هاوس. ليه في حاجات في تاون هاوس مثلا، في تاون هاوس، في فلاين فيلا، في كورنر يونت، في وان ستوري فيلا. يعني انا في حاجات فيها جاردنز، في حاجات فيها جاردنز، كله في جاردنز. هات لي انت الجديد، قول لي ايه الجديد عندك مثلا. انا بقول لك وان ستوري فيلا مثلا. مين وان ستوري فيلا؟ طيب خطير. طب ماشي، انت بقى حابب تقعد في انهي طيب من الحاجات؟ انا
بحب طبعا اقعد في 1 ستوري فيلا. ليه اشمعنى؟ عشان انت قاعد في 1 فلور ما بتطلعش سلالم، وبيبقى معاك جاردن كبيره جدا وتايب يعني انت فارق معاك السلالم بس انت خايف من السلالم؟ لا انا فارق معايا التايب نفسه شيك جدا جدا. هو انت الحجم ده دهون ولا ده عضلات؟ لا الحجم يعني رياضي. رياضي. طب انا خايف من السلم ليه؟ لا انا مش عايز سلم. وانا ليه عاوز سلم يعني؟ بيتي يعني انا معايا مثلا 50 مليون اشتري بقى على كيفي فاهم. 50 مليون هيجيبوا لك اصلا 1 ستوري فيلا؟ 50 مليون يعني انت دلوقتي كده مش فاهم في شغلك اصلا. صغيره قوي. مش مهم صغيره قوي مش مهم. هيفرش معايا الحاجه يعني. ممكن تقعدني في استوديو بس مكان كويس ابقى مبسوط جدا عادي. في سلم ما مش مهم، في اصلا سير ما هو استوديو. طب ما انت ماشي انت كده انت كده انت ملون. انت قلت لي الموضوع ايوه عادي ممكن انت هو على حسب بقى البادجت يعني. بادجت تجيب ال1 ستوري نجيب هو مش قادر يفهم ان على حسب البادجت. انا اوكي يعني. لا ما احنا دلوقتي مش بنتكلم على البادجت، احنا بنتكلم على حسب البادجت يعني. انتوا يعني لا ما لو على حسب البادجت ممكن تطلع يعني ممكن تطلع انفينيت مثلا. ممكن ابقى عايز حاجات يعني هتخليني اطلع مثلا لسول مثلا. ابقى عايز مثلا اخد فيلا فيرست روف سول مثلا او بادجت كبيره حاجه. رقم مرعب ده رقم مرعب رقم مرعب. حاسه ان هو ممكن يجيب حاجه زي كده في يوم من الايام؟ يس يعني انت شايفه انت شايفه كندا لو شفتيه في الشركه نادر ممكن تقولي عليه ايه بصراحه؟ نادر عايز صراحه وكده كده عارفه ما بيزعلش من الحاجات دي. سوسه موت مش سالك مش سالك خالص شاطر جدا جدا. حقيقي هو احنا عامه في الشركه اول مره حد يقول عليه كده على فكره. كنا اكس نفس الشركه. احنا مش بننصب على الكلاينتس خالص يعني. لو البروجكت ده فيه حاجه وحشه بنقول له ان المشروع ده فيه الحاجه الوحشه. النيدز بتاعه الكلاينت ده ممكن تكون الحاجه الوحشه دي بتفات مع النيدز بتاعته. جميل. فانت بتقول له كل حاجه والكلاينت لازم يختار. بس بنبقى بجد يعني احنا مش بنبيع في البروجكت. صدقني لو انا منافق ما كانش زماني قاعد معاك دلوقتي اصلا فاهم. كان زماني في حته ثانيه خالص. بس عشان احنا مش منافقين. لا في حته بتلعب جيم. ما كانش زماني مهتم بالكلام ده خالص. كان زمانك بتعمل ايه؟ قاعد في ناتك في شهر مثلا؟ لا ما كان زماني مثلا قاعد في سوما مثلا دلوقتي. لو انت منافق لو انا منافق بس انت دلوقتي مش كان زماني قاعده في الجونه مثلا. بس انت بنفسك كان زماني ما برجعش من الجونه لو انا او سافرتي لبنان السفريه الجميله اللي كنت عايز. يعني انت عايز تقنعني ان انت في حاجات عمليات نصب او في حاجات كنت ممكن تعمليها وما قلتهاش خالص؟ طبعا بقول لان دي فلوس حرام. واصلا في ناس كتير قوي في الفيلد بيحصل لهم مصايب اللي هو مثلا يبيع مش بالنصب بس هو يعني مثلا انت بتيجي تقول لي انه انت هتشتري حاجه وانت هتري سيل اليونت. انا مش معايا فريده غير ان انا قسط مثلا 2 كيو اول سنه مثلا هكفر اول سنه. فانا اقول لك وانا هبيعها لك يعني بص اول ما بعد اول سنه وانا اختفي بقى في ظروف غامضه وهو يلبس اليونت ده نصب. والفلوس دي بجد يعني حرام. الناس في ناس كتير قوي بيعملوا حوادث غريبه وعشان بسبب الحاجات اللي هم بيعملوها دي حقيقة. طيب يعني انا دي اخلاقيات انت ما كنتش مستنيها مننا. انا لا هو انا عموما هو انا مش مهتم يعني. انا اوكي دي حاجه اصلا يعني انا دي مرحله كل الكلام ده كله انا مش هو مهتم ازاي معانا فلوس بس لا انا مش مهتم خالص باي حاجه يعني. بيبص لنا في فلوسنا ما يعرفش ان هي جايه بعد تعب. حاسه ان هو قاعد مع رانيا يوسف يعني محسسني ان هو فاهم أيوة فلوس. لا يعني بصراحه لا بكلمكم طبعا. يعني انا قاعدين هنا بنتكلم بصراحه. ايه ايوه انا ما سمعتش جايين مواصلات يعني لا مش جاي مواصلات. ايوه يعني في عربيه فارهه تحت انا شفتها جايين مواصلات بس يعني انا شفت عربيه فارهه تحت. لا يعني وانا انا يعني وكان مش عايز ياخد لي الكرسي اللي جنبه. ما تخلينيش ندخل في خلاص قعدت في كنبه ورا يعني. وانا خدت الكرسي اللي جنبي. خدت كرسي جنب السواق. انت عارف ده البرايم ده احسن كرسي ده. طيب عموما انا فعلا انبسطت جدا وانا قاعد معاكم يعني. انا مش مهتم اصلا بالكلام اللي احنا اتكلمنا فيه خالص كله بس انا يعني انبسطت جدا. ولا احنا مهتمين وعايز اوصل رساله يعني. شكرا. لو عايز يعني مش مهتم برضه عايز اوصل رساله يعني اوصل رساله مهمه جدا ان يعني لو انت حابب تشتري يونت او شايف اعلان بيقول لك مثلا دي فرصه. طب ما تبص للكاميرا دي احسن. دي فرصه وحيده ما فيش غيرها يعني. يعني دي حلم كبير. خلي الحلم في دماغك خلي الحلم حقيقه في جيبك. والحلم ممكن يبقى حقيقه معانا موت واحنا ناس اونست جدا وكنا بنهزر لا بس فعلا علي صوتك فعلا يعني فعلا يعني شهاده حق فعلا يعني. انا مش مهتم اصلا بالليست خالص ولا يعني. الناس دي كلها ناس زي الفل. ما هو كان معاه بادجت 200 جنيه فما لقاش غيرنا انا قلت له قبل كده على فكره برودكشن بقى مليون. قلت له قبل كده عايز حاجه 2 مليون او 3 مليون قال لي ما عنديش وما فيش الكلام ده لما توصل عشان انت له بادجت يعني بالظبط. مش عايز اقولها له في وشه. لا ما انا عارف بس انت يعني بوريها له بطريقه شيك. قلت له بصراحه انا مش شغال اصلا فهي عادي. ما هو ماشي بس انت عايز شقه
2 مليون قسط على 70 سنه اجيبها لك ما هو منين؟ أنا ده اسكان يعني- مش هيعملها طيب لك. انا دلوقتي ادفع 10 داون بيمنت، 10% داون بيمنت، ادفع مثلا بتاع 4 مليون، وبعد كده ادفع كل شهر ممكن تقولي مفيش لي حاجه مثلا كده، انت هتدفع نص مليون بس. تعالى بس يا بس باشا بس وأنا هو أنا هو ماشي، بيكبر ست نص الدنيا، هو مليون. بيكبر يعني الدنيا. ادفع بقى مثلا كل شهر 7 قولي 8000 جنيه، 10 ده قسط ايه ده انت لو جايب موبايل مش هتدفع. انت هقول لو لك بقى، ما غساله انا هكمل لك 7000 جنيه 8000 جنيه اتبسط ده انا قوي. تمن بعد ايه كده ده تمن البواب. ممكن تسمعني بس ماشي. 7000 جنيه 8000 انا هتبسط جدا. تقول لي بس كل 3 شهور بقى 400000 جنيه انت بتقبض 10000 يعني صح؟ لا اقل من كده بياخد كمان. 10 اقل صدقني. 9600. بص انا هقول لك رايي بعد كده بصراحه. 400000 جنيه في 3 شهور، واللي كل سنه بقى يبقى فيه اصلاحات 150000 جنيه. ايه اصلاحات ب 150؟ لا ايه اصلاحات دي اللي اصلا؟ هي المينتنس. يعني انت انا اعرف حد ايوه فلاح. انا اسف ليه؟ طلعت كده. لا عادي، لا ليه؟ يعني هو اسمها- بقى دي عيب الكلاينت اللي هو بادجت. ما هو انا بالظبط ماليش كده. في دي، عرفت بس ليه أنا ما بس بحبش انا اعرف أشتغل؟ حد واخد فعلا في بيها هو عبد واخد الرحمن. فعلا هو واخد، اكيد طبعا. ما هو خد فيها. لا هو خد بجد وانبسط لا ما اتبسطش، اخت فيها. عشان انا اللي بقاله فلازم يتبسط. ماشي عموما هو طول ما هي كان اصلاحات ب معاكم 150000 عمره هو مش نادر، فاهم ايه الاصلاحات دي. فريده ريل استيت، نصابين وملونين وكل حاجه في الدنيا، ويعني شكرا. هيموت مش قادر دماغه بتاكله. شكرا. انت يعني انت سخيف بس. صلاة ومزاجر